السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان الجميع يكونوا في خير وفي هنا وسعادة يا رب. ازيكم يا حبايبي؟ واولا يا حبيبي كل عام وانتم بخير، وطبعا احنا في شهر رجب. إيه يا رب كده يجعله شهر الخير علينا يا رب، وان شاء الله بقى داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. إيه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وطبعًا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بقى معاكم يا حبايبي، صلّوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعًا هتعملي إيه يا أم إسلام؟ هنعمل معاكم إن شاء الله الحمام الكدّاب أو الوراك المحشية يا حبايبي. هي يعني طريقتها سهلة خالص، ويعني ما شاء الله، وتتبيلة سهلة خالص، وحشو سهل خالص، فخليكم معانا للآخر عشان تشوفوا إحنا عملنا إيه. أول حاجة بقى أول حاجة هاخلي الوراك طبعًا. أنا بأمانة يعني أول مرّة أخليهم، يعني قُلت إيه أجرّب كده إيه أعمل كل حاجة بإيديّا طبعًا. فأنتِ طبعًا لو هتجيبي الفراخ بتاعتِك من عند الفراخجي أو كده، فهو بقى إيه بيخليها لِك، قولي له أنا هاعملها مثلًا حمام كدّاب وهو هيخليها لِك. تمام. ولو أنتِ حابة بقى تعمليها بإيدِك يكون أحسن. زي ما أنتم شايفين كده بقى إيه باخلي الورك بتاعنا أهوّة. طبعًا بتبدئي بقى من عند الدبوسة كده، بتفتحي كده من عند الدبوسة وترجعي بقى إيه تخلي اللحم كده بسن السكينة، من حوالين القرقوشة ديّة. تمام يا حبايبي. وطبعًا بقى اللي أول مرّة يشوفنا حبايبي يا ريت ما ينساناش باللايك الجميل بتاعه، والاشتراك في القناة، وطبعًا يزيدنا شرف طبعًا يا حبايبي بوجودكم معانا في القناة بتاعتنا البسيطة. تمام. وطبعًا بقى إيه تفعيل زر الجرس واختيار كلمة الكل عشان يوصلكوا كل جديد مني يا حبايبي. ويا ريت طبعًا يكون فيديوهاتنا بتعجبكم، ويكون وصفاتنا سهلة وبسيطة عليكم. تمام يا حبايبي. وكده أهوّة. طبعًا بقى إيه بتبدئي بقى تخلي اللحمة من حوالين العضم كده. وأهم حاجة الأوتار بتاع الورك دي طبعًا تخلّي بالِك منها طبعًا، تقطّعيها كده بالسكينة طبعًا، تكون سكينة حامية معاكِ. وتبدئي إيه تخلي بقى اللحمة كده من حوالين العضم، وهي طبعًا واحدة واحدة بتطلع معاكِ زي ما أنتم شايفينها كده أهوّة. بتقطعي الأوتار كده بالراحة. وطبعًا القرقوشة اللي بتبقى في آخر الورك ديّة من تحت بقى إيه بتبدئي إيه ممكن تقصّي اللحمة، أو ممكن تطلّعيها كده بسن السكينة كده، ت تخلي عليها كده من حوالين العضم كده وتطلّعيها، بيكون أحسن يعني. تمام. يعني هي مش يعني أنا كنت يعني في الأول كنت مش باعرف إن أنا أعملها وكده، بس يعني إيه، فالحمد لله يعني طلعت مضبوطة وما شاء الله زي ما أنتم شايفينه كده ما شاء الله طلع جميل، جميل جدًا، جدًا. وكان يعني زي ما أنتم هتشوفوا معانا كده يعني في الوصفة بتاعتنا سهلة خالص. بس يا ريت تخلّيكم معانا للآخر. أهوّة يا حبايبي كده أنا خليت العضم خالص أهوّة، وطلّعت العضم خالص من الورك بتاعنا أهوّة. ما شاء الله جميل جدًا، جدًا. وطبعًا نسيت أقول لكم بقى إن أنا كنت غاسلة الفراخ دي كانت من عندي أساسًا، يعني أنا مش شارياها، غاسلاها كويس ونقعاها في محلول النقع، وكانت ما شاء الله يعني نضيفة جدًا خالص. وكده كنا خلصنا الكمية بتاعتنا طبعًا. معانا الكمية بتاعتنا 4 وراك، وطبعًا بقى هنتبلهم برضك، نعمل لهم تتبيلة حلوة كده. معانا بصلة مبشورة. تمام. تبشري البصلة بتاعتِك، ومعانا كمان طماطمية كده متوسطة برضك مبشورة. وننزل بقى إيه بالبهارات بتاعتنا. طبعًا معانا رشة عفوًا من الكمون على الكزبرة المطحون. طبعًا البهارات اللي أنتِ حابة تضيفيها يعني. تمام. ومعانا برضك نُص معلقة من ال7 بهارات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وده طبعًا كمان نُص معلقة من البصل البودرة والثوم البودرة. وطبعًا لو أنتِ حابة تحطيه فريش عادي بيخلّيها حلوة برضك. ممكن مثلًا تحطي لها فصّين توم فريش وفلفل أسمر. ومعانا معلقة من الخل. تمام يا حبايبي. اللي عايزة أقول لكم إن التتبيلة ديّة ريحتها حلوة أوي، أوي، وما شاء الله بتخلّي الفراخ الوراك معاكِ جميلة جدًا، وبتطعّمها كده وبيخلّيها طعمها جميل جدًا. وهننزل كمان بعصرة ليمونة. تمام. وكده بقى يا حبايبي هنقلب بقى المكونات دي كلّها ببعضها كده.
بتخلي وهنظبط الملح بتاعها طبعا، هنديلها نص معلقة من الملح طبعا عشان نظبط الطعم. ونقلب بقى ده كله، وطبعا كمان معانا نص معلقة من البابريكا. هتقلبي بقى المكونات دي كلها ببعضها كده، ما شاء الله معلقة الخل دي بتظبطها قوي، والليمون برضك بخليها جميل، بيعزز الطعم بتاعها كده وبخليها جميل جدا، تخليها جميلة قوي، وبتخلي الفراخ كده لها طعم جميل جميل جدا. تمام يا حبايبي، وهبدأ كده بقى ايه، اتبل الوراك بتاعتنا. وطبعا بتحطها بقى في التلاجة، لو انت مش مستعجلة عليها بقى بتحطها في التلاجة يعني قيمة 3 4 ساعات. مستعجلة بقى وعايزة مثلا عايزة تعمليها على طول، تتبليها وتحسبها كده على الرخامة قيمة ساعة ولا حاجة. تشرب، لأن لما تكون بره التلاجة بتشرب من التتبيلة، بتشرب من التتبيلة بسرعة يعني. وطبعا هبدأ بقى ايه أعمل الحشو بتاعنا. معانا بقى كبد وقوانص، بيكون عندك مثلا متوفر عندك كبد وقوانص. طبعا المقطع ده يعني اتحذف منه، يعني اتحذف منه شوية في الأول كده. فأنا كده طبعا كنت عاطية للكبد والقوانص ديت صدمة كده في الأول بمعلقتين زيت ونص معلقة سمنة في الأول كده يا حبايبي، مع بصلاية مبشورة. بنديلهم صدمة كده، وبعد كده بقى ايه بنزل عليها بالرز بتاعنا طبعا ديت. ربع كوباية رز مغسول منقوع كده بتغسليه. وبتنزلي بقى ايه على الكبد، بتنزلي بيه على الكبد والقوانص. طبعا بنعمل الحشو بقى بتاعت الوراك بتاعتنا يا حبايبي، ما شاء الله جميلة جدا جدا. ونزلنا كمان بقى ايه برشة من الزعفران بتدينا اللون الحلو ده. وتقلبي ده كله وتنزلي عليه بنص كوباية مية مغلية، أهم حاجة إن تكون المية بتاعتك مغلية، عشان طبعا ايه الرز بتاعنا يستوي. واحنا طبعا مش هنسويه طبعا سوا كامل، هنسويه 3/4 سوا يا حبايبي، علشان ايه لسه هيكمل التسوية بتاعته في الفرن مع الوراك. تمام يا حبايبي، وكده برضك كنت مجهزة رشة من الكزبرة الخضراء على طماطمية صغيرة خالص، مقطعاها كده قطع صغيرة. تمام يا حبايبي، مع قرن شطة كده حراق أخضر كده سبايسي، طبعا ده اختياري، لو انت مش حابة يعني ان انت تحطيه مفيش مشكلة، بس انا هو بيعزز الطعم قوي وبخليها ريحتها جميلة. طب انت بتحطي دي ليه يا ام اسلام؟ اقول لكم ان هو بيخلي ريحة الحشوة بتاعتنا حلوة قوي قوي. والكزبرة دي بتفضل خضرة كده، ما بحطهاش مع الكبد وهي بتتشوح على البوتاجاز. باحطها كده بعد ما بانزّل الرز بقى ما استوى برضك، طبعًا هو ما استواش أوي طبعًا لإن إحنا لسه هنسويه في الفرن مع الوراك، يعني 3/4 90% كده يعني إيه ما بيستواش على الآخر. تمام يا حبايبي. وهننزل بقى بالبهارات طبعًا، هننزل برشة من الفلفل الأسمر، ورشة من ال7 بهارات، ورشة من الكمون والكزبرة، وتقلّبي بقى ده كله ببعضه كده. مع الحشوة بتاعتك كده بتبقى ريحتها جميلة جدا 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 ما شاء الله. وتقلبي ده كله بقى ببعضه كده، وهنبدأ بقى ايه نحشي الوراك بتاعتنا. طبعا كنا الوقت ده بقى كانت قعدت قيمة ساعتين كده ولا ساعة ونص كده، سايباها تتبل بقى عشان تشرب من التتبيلة بتاعتها. تمام يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله كانت جميلة. وطبعا بقى اللي وصل معانا هنا لحد دلوقتي في الفيديو، يا ريت يا ريت يا حبايبي ما تنسونوش باللايك. طبعا اللايك ده هو انتوا عارفين طبعا يا حبايبي ان هو بيرفع لنا الفيديو. وطبعا ما تحرمش منكم ابدا ولا من وجودكم معانا. يا رب دايما كده مع بعض مكملين يا رب في الخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الحشوة شكلها بس حكاية كده جميل، يعني الفيديو كده بيتكلم عن نفسه ما شاء الله جميلة جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان الطعم بتاعها كان حلو قوي قوي بصراحة. وإن رشة الكزبرة الخضرا ديّة بتدّي لها ريحة حلوة أوي. والفلفل بقى الشطة الحراق دي بقى يعني بيدّي لها طعم spicy كده وطعم جميل جدًا. وكان الرز مستوي معانا طبعًا زي ما قُلت لكم كده 3/4 سِوَى، يعني مش مستوي للآخر. وطبعًا هنبدأ بقى إيه نقفّلها كده بالخلة بتاعة السنان، أو ممكن أنتِ لو حابة مثلًا ما تخيّطيها بالخيط والإبرة كده عادي برضك يبقى أحسن برضك، لإن الخلة أوقات بتبقى تفِك. تمام، فأنا زي ما أنتم شايفين كده أهوّة باعملها بقى باقفّلها حشيتها وتملي
الورك عادي، لان الرز طبعا معاكي مستوي، يعني مش هياخد، ما تخافيش، هيبقى حلو قوي وهيستوي وهيبقى جميل. تمام يا حبايبي. فانا بقفلها اهوت، بس الخله كانت ضعيفه، باجي ادخلها بتتقطم معايا كده، بس ايه، حاولت ان انا اظبطها يعني. زي ما انتم شايفين كده اهوت، وزي ما انتم شايفين بقى ان انا بكبسها خالص اهوت، ما شاء الله. الورك ما شاء الله، يعني كان يعني وجبة كاملة ومتكاملة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده اهوت، وما شاء الله بقى حاجة جميلة جدا، وحاجة من بيتك، وحاجة جميلة ما شاء الله. بس طبعا بقى يعني ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. انتوا عارفين بقى ان الفراخ غليت، والأسعار بقت فوق خالص، يعني ربنا يرحمنا جميعا ويتولانا ويرخص قوت المسلمين يا رب، اللهم امين. وكده بقى كنت حشيته كلها اهوت يا حبايبي ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده اهوت. يعني حاولت يعني اقفله يعني بالراحه، واحده واحده كده. بس كان في شيء برضك يعني كان لما جيت اخليه يعني، بس ظبطته يعني وصلت معاه، يعني حاولت اعالجه يعني. تمام زي ما انتم شايفينه كده. وكده بقى كنت حطيته في الصينية وسويته وطلعته اهوت ما شاء الله. وتسويه بقى ايه تحت تسويه في الفرن، وساعة ما بيستوي معاكي بتطلعيه بقى تحمريه في تحت الشواية كده. بيديك المنظر الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم بقى؟ يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم، ويا رب يكون فيديوهاتي سهلة وبسيطة عليكم وتستفادوا، واحنا نستفاد وما نتحرمش منكم ابدا ولا من وجودكم معانا يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده اهوت ما شاء الله. وعملنا معاه بقى ايه، رز بسمتي. بس طبعا ما صورتوش لان طبعا الفيديو كان هيبقى طويل عليكم. ما شاء الله كان جميل برضك. بيبقى حلو قوي قوي ما شاء الله. يا رب يكون فيديو سهل وبسيط.